تصدر اسم اليوتيوبر السورية أم سيف نتائج البحث على جوجل ويوتيوب، وذلك بعد فيديو نشرته على قناتها. قضينا أيام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض. وفي التفاصيل، نشرت هدير العلي المعروفة باسم أم سيف والتي تعيش في تركيا فيديو أعلنت فيه اعتزالها لليوتيوب وإغلاقها لقناتها، والتي أطلقتها قبل 3 سنوات وتحديدا في أكتوبر 2017، والتي يتابعها في القناة أكثر من 5 ملايين مشترك. وقد قالت أنها لن تقوم بنشر أي شيء على اليوتيوب دون الإفصاح عن الأسباب. أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، ولكن من خلال تتبع حركات يدها ونظراتها نجد أنها قامت بذلك تحت ضغط وتهديد، وهو ما ظهر من خلال لغة الجسد التي عبرت من خلالها عما يدور حولها وما يراودها من خوف ورعب. وأيضا يوجد علامات بالوجه تدلل على تعرضها للضرب. وقالت أم سيف عبر الفيديو المنشور: أحلى 2 مرقوا بحياتي السنتين اللي عشتها معكم، وهلأ اجى الوقت اللي صار لازم فيه إني أترك اليوتيوب. أنا ما عاد أنزل أي فيديو على اليوتيوب، بس حابة إني لكم شغلة. وبعد انتشار الفيديو علق المتابعون على الحدث، فمنهم من أكد أنها مخطوفة ومعرضة للخطر وأن عليها آثار ضرب وتعنيف، وهو ما ظهر في الفيديو القصير الذي أعلنت فيه اعتزالها العمل على يوتيوب. وقد ركز المتابعون على حركات أم سيف خاصة هذه الحركة، والتي تعني أنها بحالة خطر وتهديد. فيما تدخلت الشرطة التركية في قضية أم سيف، وهو ما أكده جفار العلي في الفيديو الذي نشره اليوم. حاليا موجودة بالجندرمة، تمام؟ الحكومة التركية هي اللي استلمت الموضوع، والذي شكر فيه بعض اليوتيوبرز الذين ساهموا في أحداث هذه الضجة، والتي بسببها تدخلت الشرطة التركية. بس في يوتيوبر طبعا حكوا عنها بطريقه كتير حلوه، او هن خلوا الترند يطلع اكثر. طبعا كل الشكر لهم، من شروق، من علي المرجاني، من ريتا، من ديجري، من يزن الاسطوره، من ابن عدنان. وقد تحدث جفارة أن أم سيف لا تحتاج المشاهدات، وأنها لم تتنمر على أي أحد في حياتها ولم تفتعل المشاكل مع أي أحد. أم سيف مو بحاجة مشاهدات يا أخي، فوت على اليوتيوب وطلع الفيديوهات 30 مليون و35 مليون و30 مليون و25 مليون، وبعمرها ما تنمرت على حدا، وبعمرها ما علقت شعبين ببعضهم، وبعمرها ما قالت فلان سبوا فلان وتعوا سبوني، وبعمرها باللعبة ما غلطت على أي إنسان سو ما كان جنسيته. لكنه لم يوضح سبب المشكلة وطبيعتها، وترك الأمر لأم سيف لتجيب عنه بعد خروجها. فبكره بعد بكره بس تطلع أم سيف هي اللي بتحكي لكم القصه كلها. ويبدو أن الموضوع عبارة عن مشاكل عائلية تتعلق بوالد أم سيف بالدرجة الأولى. أنا أبوها لأم سيف اللي طلعت عم بتورجيكم بيتها وفيلتها لأختها. هي عم بتقول هي غرفة أهلي، أنا أهل هدول، وأنا بتحداكي تحدي بتحداكي إذا بتورجيني أهلك معك هن. أنا بطالع لك كذباتك، انت عم تكذبي كثير وما حدا عمال بوقفك عند حدك، لذلك انا بدي اوقفك عند حدك، واللي بيطلع بايدك ساوي اللي بدك اياه ساوي. انا مقلع من طرف ام سيف ومن طرف الام ومن طرف الاولاد، مقلع وعايش بالحدايق. مع العلم ان والدها رفض خروجها على اليوتيوب، ويذكر ان ام سيف كانت قد بدات في رفع فيديوهات ترصد بعضا من حياتها بعد ان كانت مخصصه فقط لنشر مقاطع الببجي. وفي نهاية المقطع نتمنى السلامة لأم سيف، وإن شاء الله ترجع بالسلامة وما تشوف شر. وما تنسونا من اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وإلى اللقاء في فيديو جديد.